السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا شباب، عاملين ايه؟ مبدئيا اللي ما يعرفنيش بعرف نفسي المرة المليون. انا ريهام سعيد، طالبة في تانية طب اسنان، ومن ضمن الطلبة، او انا من ضمن الدفعة يعني اللي كانت اول دفعة في نظام التابلت. بقدم نصايح وبعمل لكم فيديوهات بسيطة تساعدكم ازاي تذاكروا. فيديو النهاردة زي ما شفتوا في العنوان كده هو ان احنا ازاي نذاكر مع السقعة والتلج، ودي فترة امتحانات خلاص نهائية بالنسبة لأولى وتانية ثانوي، وكمان تالتة ثانوي خلاص المفروض ان هم بدأوا يخلصوا المنهج وبيبتدوا يراجعوا. فالفترة دي محتاجين نحصل فيها تحصيل كبير جدا. طب ازاي نذاكر بقى وسط التلج والسقعة والشتاء والرعد والتلج؟ احنا ما بنعرفش نطلع من تحت البطانية، يعني رجلينا بتتلج. مشاكل بقى من دي كتير. فالنهارده جمعت لكم اكتر النصايح اللي كانت بتفيدني او كنت بستخدمها يعني ولحد دلوقتي في المذاكرة في وقت الشتاء. اول حاجة، مبدئيا احنا جسمنا بيبقى دايما ساقع في اثناء الشتاء يعني. فمبدئيا اتأكد ان انت تكون واكل كويس، لان الاكل بيدي طاقة وهي شوية اللي بتسخنك. فقبل ما تذاكر اتأكد ان انت تكون واكل وجبتك قبلها، سواء كان فطار او غدا او حتى عشاء. طيب تاني حاجة، لازم قبل ما تذاكر او لازم قبل ما تقعد في وضعية المذاكرة تلعب رياضة ربع ساعة مثلا، سواء لو بنات بتحبوا زومبا، لو ولاد تنزلوا 10 ضغط كده. المهم تلعبوا ربع ساعة جري، تنطيط في المكان، نط حبل، يعني أي رياضة. في رياضات كتيرة تقدروا تلعبوها في البيت وتكون بسيطة ومش محتاجة أدوات أو أي حاجة. حتى لو كانت رياضة ان انتوا هتنطوا يعني رافعين ايديكم كده وتقفلوها 20 مرة مثلا في 3 مجموعات، هتسخنكوا، يعني هتحسوا ان انتوا سخنتوا وتفيتوا شوية. طيب يبقى اول نصيحة ان انتوا تلعبوا رياضة. تاني حاجة، حاولوا تشربوا نسكافيه او اي حاجة سخنة بتحبوها، شاي بلبن او اي حاجة. يعني دايما وانت بتذاكر خلي دايما في حاجة سخنة جنبك، فدي هتساعدك شوية عشان ايدك ما تتلجش، لان ايدك لو تلجت هيحصل مشاكل بقى ومش هتعرف تكتب وممكن ضوافرك تزرق والكلام ده كله. فخلي دايما معاك اي حاجة سخنة بتشربها، شاي، نسكافيه، قهوة، اي حاجة. طيب اللي بعد كده، لو انت مثلا هتذاكر في وقت اللي هو من بعد الساعة 7 فالجو يبدأ يبرد شوية، فتأكد ان انت تكون لابس شراب بيدفي. تكون حاجة لو مثلا بنات في اللي هي الشباشب الفرو، اللكلوك، الحاجات دي كلها بتدفي جدا الرجلين يعني. فمش هتتلككوا بقى ان انتوا ايه تقعدوا على السرير وهندفي بس رجلينا وبعد كده نلاقيكم نايمين. لا، مش هنلجأ للسرير خالص. كملوا معايا بس. لو عندكم، لو الجو مثلا بتذاكروا الصبح بدري اللي هو بين 6 مثلا او 7 الصبح والدنيا بتشتي بقى والاجواء دي، فتأكد ان انت تكون لابس جاكيت تقيل، اللي هو بقى الجاكيت اللي انت ما بتطلعش بيه غير لما الدنيا بتكون بترخ. ده البسه وانت في البيت، ده هيدفيك كويس جدا، مش هتحس ان انت بردان حتى لو الجو برد. يعني متأكد ان انت لابسه كويس وقافله والدنيا تمام. برضو لو عندك طاقية صوف الكلام ده كله، يعني تكون حاجة كويسة. تاني حاجة، او يعني مجموعة النصايح التانية بعيدا بقى عن اللبس والاكل والكلام ده كله، هي المذاكرة في نص النهار. يعني ما تجيش تضيع طول اليوم بمعنى اصح وتيجي الساعة 12 بالليل تقول انا هبدأ مذاكرة. انت مجرد ما هتقعد تلاقي نفسك تلك مش قادر تقعد، فالموضوع يبقى صعب. يا اما تكون بادئ من بدري وانت مكمل تمام، يا اما انت اصلا تبدا في وقت كويس. وانا هحدد لكم كمان ميعاد كويس يعني للمذاكره. بصوا، نص النهار اللي هو مثلا، يعني بلاش اولا بلاش تسهروا لحد 1 دي، بلاش خلاص. انتوا 1 12 1 خلاص كفايه، نام بقى. ما تسهرش بعد 1، مش هتستفيد حاجه بجد. طيب والصبح، الصبح ابدأ من بعد 8. يعني بلاش 6 و5 و7، كل ده بيبقى برضو فيه البرودة، نسبة البرودة بتبقى عالية. فخليها من بعد 8 بتبدأ الشمس شوية بتبقى موجودة، الجو يبدأ يدفى شوية، بتكون يعني راح أثر السقعة. فاهمين؟ الجو بدأ يدفي سيكا يعني. تمام. النصيحة اللي بعد كده، ما تنسوش تلعبوا رياضة، ماشي؟ ده بأكد عليكم تاني. تاني حاجة برضو، أو في مجموعة النصايح دي، ابعد عن اي حاجة تعطلك عشان تنجز في وقتك. يعني انت بس داخل تذاكر والدنيا تلج وقاعد اصلا هتقعد ساعتين 3 تذاكر بالعافية، هتاخد معاك الموبايل بقى وكل شوية ترد على الواتساب؟ ما انت كده مش هتخلص، كده هتفضل قاعد بتكتك 5 6 ساعات. طب ليه؟
ارمي اي حاجه بتشتتك عشان تخلص مذاكرتك، وبعد كده تطلع بقى تاخد التليفون وتنزل تحت البطانيه يا سيدي، ما حدش هيكلمك بس تخلص اللي وراك. تمام. طيب النصيحة اللي بعد كده، حاول تخلي اوضتك دايما معزولة عن باقي البيت. يعني ما تقعدش تذاكر زي ما بقول لكم، انا اصلا حددت لكم وقت تبقى الاسرة كلها صاحية فيه، اللي هو من 8 الصبح لحد بالليل ده، تبقى طول النهار في يعني في حركة في البيت. فعشان ما تتعطلش دايما اتأكد ان انت الأوضة اللي بتذاكر فيها تكون معزولة. بمعنى لو اوضتك مثلا فيها باب فده كويس جدا، لو اوضتك بقى ما فيهاش باب فاحنا هنلجأ لحل بديل، الا وهي اوضة بابا وماما. نستنى كده لما هم يطلعوا خلاص والأوضة متروقة زي الفل، اللي هو مثلا بعد الساعة 11 12، تقعد تذاكر فيها لحد الساعة 9 بالليل مثلا. لو أوضة بابا وماما مقفولة كويس وليها باب ومعزولة محدش بيخشها، فده هيكون مكان مناسب كويس ليك، خصوصا لو انت المكتب بتاعك متنقل او عندك ترابيزة صغيرة تقدر تذاكر عليها، او عندك ترابيزة سفرة، يعني ايا كان في مكان تقدر تذاكر عليه بيتحرك معاك. فدي هتكون حاجة كويسة جدا، انت تقعد طول اليوم الباب مقفول عليك، محدش بيخش محدش بيخبط. اما بقى لو اوضتك فيها باب فانت كده زي الفل. طيب بصوا، عايزة برضو اقول لكم نصيحة تانية. آه بصوا، الحل الوحيد يعني او الحاجة الوحيدة اللي ممكن تلجأوا لها وانتوا نايمين على السرير او قاعدين على السرير هي وانتوا بتسمعوا فيديوهات المراجعة. يعني ممكن تحتاجوا تراجعوا مثلا باب كيمياء، فصل فيزياء، مثلا شابتر في الانجليش، يعني ايا كان انتوا محتاجين تراجعوا ايه. ساعات بنلجأ لليوتيوب كتير. تمام. فده ممكن تستخدمه وانت على السرير، تمام، مفيش مشكلة. هتمسك التابلت او اللابتوب او الموبايل او ايا كان الجهاز اللي انت بتستخدمه، بس تتأكد ان يكون في معاك ترابيزة صغيرة ينفع تتحط على السرير. يعني في ترابيزات كده اللي هي بتتفتح وتتقفل والحاجات دي ممكن تتحط على السرير، بتبقى صغيرة جدا وبتبقى جميلة يعني. فحطها جنبك كده بحيث ان انت برضو ما تبقاش نايم، انت بيدوبك يعني ساند ظهرك على مخدة مثلا وجسمك مفرود، انت لا مش نايم على السرير، انت قاعد عادي، قاعد بسند نفسك بس مدفي رجليك، قاعد في وضعية مريحة شوية، بعيدا بقى عن المكتب والكراسي والكلام ده كله. آه بس واهم حاجه ما تنسوش وانتوا بتسمعوا اي فيديو من على اليوتيوب، اتاكدوا ان انتوا يكون معاكم ورقه وقلم عشان خاطر تسجلوا اهم الملحوظات، ما تبقوش قاعدين بتسمعوا بس او الفيديو بيجري وانتوا سرحانين او الكلام ده كله. وكنت عامله برضو فيديو عن ازاي نستفيد اقصى استفاده ممكنه من فيديوهات اليوتيوب، تقدروا تشوفوه في القناه. وبس كده، وفي فيديوهات كتيره بصوا عليها في القناه، اتمنى تعجبكم.